في جيل كامل اتربى على إن العلامة أهم من الفهم، وإن النجاح مش معناه إنك عرفت، لأ، النجاح معناه إنك عديت. المدرس بيضغط عشان النتائج، والأهل بيضغطوا عشان المقارنة، والطالب بيضغط عليه من الكل لحد ما ينسى هو ليه بيتعلم أصلا. في طفل بيحب يرسم فيتعاقب عشان مش بيحفظ التاريخ، وفي بنت بتعشق الموسيقى يتقال لها ده مش هيفيدك في المستقبل. بس محدش قال لهم إن العلم مش ورقة امتحان، العلم رحلة بتكتشف فيها نفسك قبل ما تكتشف الكتاب. التقييم الحقيقي مش في الدرجات، التقييم في إنك تفهم، وإنك تسأل، وإنك لما تغلط تتعلم. بس للأسف المنظومة بتخاف من الغلط أكتر ما بتحبه، ولما الولد يجيب أقل من اللي متوقعينه بيتحول البيت لمحكمة والمدرسة لسجن. بس محدش فكر إن يمكن الولد ده تعبان، يمكن دماغه مليانة أسئلة مش لاقي حد يسمعها. مش لازم كلنا نكون أوائل، لكن لازم كلنا نكون فاهمين نفسنا. التعليم مش سباق، التعليم وعي، وعي يخليك تختار طريقك، مش تمشي في طريق حد رسمهولك. ورا كل نتيجة في طفل كان بيعيط بالليل، ورا كل ورقة امتحان في مدرس مضغوط، ورا كل منظومة تعليمية في فوضى مش مفهومة. النهاردة التعليم بقى سباق أرقام، مين جاب أعلى، مين سقط، مين هيدخل كلية القمة. بس محدش بيسأل مين فهم، مين اتعلم. المدرس بيشتغل تحت ضغط رهيب، مرتبه قليل والمنهج طويل، والأهالي عايزين منه معجزة كل أسبوع. ولو الطالب مش شاطر التهمة دايما على المدرس، والطالب هو الحلقة الأضعف. مطلوب منه يذاكر 12 مادة، يحفظ آلاف المعلومات، وفي الآخر بيتحاسب على درجتين في امتحان ساعتين، امتحان ممكن ينسى فيه كلمة فتضيع منه سنة. أما بقى أولياء الأمور فهم ضحايا المنظومة زيه بالظبط، بيعيشوا الخوف اللي عاشوه زمان وبيورثوه لعيالهم من غير ما يحسوا. الكل مضغوط، الكل بيجري، بس محدش فاهم هو بيجري على فين. التعليم مش المفروض يخوف، المفروض ينور، يفتح عقول، مش يخلق جيل حافظ من غير ما يكون فاهم. لأن الحقيقة المرة إن المنظومة مش بتقيم ذكاء الطالب، هي بتقيم قدرته على التحمل، تحمل الضغط مش الفهم. يمكن لازم نقف ونسأل نفسنا، هو احنا بنعلم ولادنا ولا بنجهزهم يعيشوا في قفص اسمه المجموع؟ المدرس مضغوط من المنهج، من الإدارة، من المرتب، ومن التقييمات. كل يوم مطلوب منه يكون سوبرمان، يشرح ويحل ويشجع ويسمع شكاوي، وما يغلطش وما يتنرفزش وما يتعبش. بس هو إنسان، ولما يتعب بيطلع غضبه في أول وش يقابله، الطالب. الطالب اللي أصلا جاي من بيت فيه ضغط تاني، بيت كله توتر، كله مقارنة، كله خوف من النتيجة، اللي الأب فيه بيقول أنا كنت أشطر منك وانت صغير، والأم تقول بص ابن خالتك جاب كام، والولد يبتدي يكره التعليم كله. الضغط بيتنقل زي العدوى من المدرس للطالب، ومن ولي الأمر لابنه، ومن الجيل ده للجيل اللي بعده. وفجأة تلاقي الطفل الصغير اللي كان بيحب الحياة بقى مليان بالخوف، خايف لا يغلط، خايف من الامتحان، خايف من نفسه. كل ده علشان المنظومة بتقيس كل حاجة بالدرجات، بس عمرها ما قاست راحة نفسية ولا موهبة. المدرس بيتظلم، والأهالي بيتعبوا، والعيال هي اللي بتدفع الثمن. وفي النهاية اللي المفروض يعلم اتعقد، واللي المفروض يتعلم اتكسر، وما بين الاتنين ضاع معنى التعليم.